كلا كلا يا شيطان. أن الجميع يعلم أني قلت أني معتزل وأميل للاعتزال، إلا أن الظرف الذي نمر به ويمر به العراق والعراقيون حتم علي أن أقول هذه الكلمة وأوجهها للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. نعم، لقد عانى شيعة العراق في الأعوام التي تلت الاحتلال الأمرين من خلال استهدافهم بالمفخخات والاغتيالات الممنهجة واللا ممنهجة، حتى ذهب ضحية ذلك الآلاف من الشهداء والجرحى، وخلف الكثير من الثكالى والأرامل. ولعل تحديد مظلومية الشيعة في زماننا هذا في خصوص العراق لأمر يجانب الصواب، فإنهم قد عانوا الظلم والاضطهاد والقتل والاعتقال في الكثير من البلدان، وعلى رأسها أفغانستان وباكستان والبحرين ودول أخرى، ولا زالوا يعانون. إلا أن هذا، أرجو الالتفات إلى أن هذا لا يقتضي أن يكون ذلك بابا لاعتداء بعض المنتسبين زورا، أكرر، بعض المنتسبين زورا للتشيع على بعض السنة في العراق أو خارجه. وما يحدث من اعتداء على السنة ومساجدهم وعلمائهم لأمر خاطئ ومحرم وممنوع وممقوت لا محالة، وذلك لعدة أسباب. أولا، ذلك مخل بالقواعد الشرعية التي تحرم دم المسلم. ثانيا، أن ذلك لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، ولا صحبه المنتجبين الأخيار. ثالثا، إن استهداف الشيعة سابقا وحاليا بالمفخخات وغيرها لم يكن من السنة على الإطلاق، بل هو من أحد الاحتمالات التالية. الاحتمال الأول، إنها من الثالوث المشؤوم، أعني به أمريكا وإسرائيل وبريطانيا. الاحتمال الثاني، أنها من الاحتلال حصرا. الاحتمال الثالث، أنها من فئة وإن أعلنت تسننها إلا أن جميع السنة قد تبرؤوا منهم. وهذه المحتملات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار من كل الطوائف، فما من شيعي حقيقي يعتدي على سني ولا العكس. رابعا، إن استهداف السنة أو العكس قد يؤدي بالعراق إلى هاوية سحيقة لا يمكن الخروج منها، وهي خيانة للأمانة التي في أعناقنا، وهي الحفاظ على وحدة العراق والعراقيين. خامسا، إن استهداف السنة ليس استهدافا للإرهاب أو للثلة الضالة ممن أخذت على عاتقها قطع الرقاب والتفجير ممن عاثوا في الأرض فسادا، بل هو تمكين لهؤلاء لعنهم الله، وهو مبتغاهم، وقد ظفروا بنا والعياذ بالله. فإن أردنا إفشالهم فعلينا بالتوحد والتكاتف. فمن المنطلق العقلي والديني والإسلامي والعقائدي والإنساني والوطني، أوجه خطابي هذا إلى الشعب العراقي
وأقول: أهيب بالعراقيين أجمع ممن نتوخى منهم الحس الديني والوطني والإنساني أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يحقنوا الدم العراقي مهما كان دينه أو عرضه أو عقيدته أو طائفته أو انتماؤه، وأن يحكموا العقل والمنطق ويقدموا المصالح العامة على الخاصة. وليعلم الجميع إني أمنع منعا باتا استهداف سنة العراق وشيعتهم أو غيرهم ومساجدهم ودور عبادتهم لأي سبب كان، بل ولا بد للسعي إلى التقريب بين وجهات النظر بين جميع الأطراف طبقا للحكم الشرعي والواعظ العقائدي، ليس مع السنة فقط بل وحتى الطوائف والأديان الأخرى. وليعلم الجميع إنه ما انتصر الإمام الحسين سلام الله عليه إلا لكونه مظلوما، فلا نرضى أن يكون التشيع، التفتوا رضيان، فلا نرضى أن يكون التشيع بابا لظلم الآخرين وإن كانوا مظلومين، بل ليقول كل صاحب عقيدة حقه: إني مظلوم فأنتصر. ولن نسمح بتشويه سمعة التشيع ولا الإسلام بل ولا التسنن من خلال بعض الجهلة والمفسدين الذين لا مآرب لهم لتزكية الفتنة إلا السياسة والدنيا. وعلى جميع العقلاء السعي معنا إلى الاستقرار والأمن السلمي والعقائدي والطائفي، وليكن خلافنا العقائدي ضمن الضوابط الشرعية والإنسانية، وأن لا يتعدى ذلك. كما ونرجو من علماء الشيعة ومراجعهم وعلماء الأزهر الشريف بالسعي إلى إطفائه هذه الفتنة من خلال تثقيف المجتمع على الوحدة والتكاتف، وكذلك وعلى منظمة المؤتمر الإسلامي عقد جلسة طارئة من أجل وضع حلول ناجعة فورية، وإلا وصلنا إلى ما لا يحمد عقباه. وأخيرا نسأل الله العلي القدير أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يوحد رايتهم ويجنبهم كل سوء، إنه ولي كل نعمة ومنتهى كل غاية. وشكرا.